السلام عليكم على أجمل وأغلى أخوات في الدنيا، يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة وراحة بال، اللهم آمين. إن شاء الله النهاردة وصفة حلوة أوي يا جماعة، وصفة رهيبة للسمك بتركات كده أول مرة. أنا أعملها، مش لازم أقول أول مرة تشوفوها، لأ تركات أول مرة أنا أعملها، ادتني طعم وريحة مفيش أجمل من كده. السمك الماكريل بتاعنا اللي مش أصلي، اللي هو العادي الكيلو ب80 جنيه، عملناه بطريقة حلوة أوي النهاردة أكنك شارياه من أغلى المطاعم ومن أفخم المطاعم. نسمي الله كده ونصلي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نبدأ بالتتبيلة، والتتبيلة دي عظمة عظمة كده يا جماعة. بصوا بقى، والعظمة لله وحده. معايا قرن فلفل حامي، تمام. معايا ليمونة بحالها، ومعايا ليمونتين عاديين هنعصرهم كده. معايا 3 عيدان شبت، والشبت النهاردة هيديني طعم مميز قوي قوي قوي. يبقى طماطم، 2 طماطم متوسطين، 2 فلفل رومي اخضر، واحدة فلفل رومي حامي، يجي 5 6 فصوص من الثوم. معايا بقى ده كمون على كزبرة طحناهم محمصاهم وطحناهم مع بعض. معايا معلقتين صغيرين من الملح، وهحط كمان معلقة صغيرة من الفلفل الاسود. والفلفل الاسود بتاعي انا ببقى طحنة عليه كوبيبة صيني وحبهان ورق لورا محمصاهم وطحناهم مع بعض، بيديني تيست عالي قوي. مكعب مرق الدجاج، وده اختياري لو مش حباه خلاص كده. وحطيت بقى معلقة من الخل، معلقتين كبار من الخل كده، وشوية من الزيت قد ربع كده فنجان، وشوية من المستردة بقى، مش عايزة اقولك المستردة دي ودت السمك في حتة تانية خالص. كمان معلقة صغيرة من السكر. سكر يا نجلاء؟ ايوه، رشة من السكر بسيطة كده هتديكي تيست بقى عالي قوي. ونضرب الحاجات دي كلها مع بعضها. ومعايا بقى الليمون، بقى انا حطيت ليمونة بقشرها، وارجع بقى اعصر ليمونتين كمان عصير بس كده. طب ليمونة بقشرها هتمرر السمك؟ لا، قشر الليمون مش هيمرر السمك خالص، لا بالعكس. البشر بتاع الليمون ده بيديكي طعم وريحة حلوة قوي. نضرب بقى الحاجات دي كلها مع بعضها كده لغاية ما تنعم معايا زي ما حضرتك شايفة كده. نروح بقى كده ونعصر عليها شوية ليمون كمان. بعد ما بغسله كويس قوي بحطه في مصفى الصف. والتتبيله بتاعتي بحطها على جنب كده. انا زي ما حضراتكم شايفين بعصر ليمون كتير. الليمون طبعا بيديني طعم وريحه حلوين قوي. الكمون ببقى طحنه عليه كمون وكزبره وحطاه. وما تنسيش الملح بتاعك. ومكعب مكعب مرق دجاج، لو مش عايزاه ممكن تستغني عنه. والمستردة هتديكي طعم حلو قوي. حطيت بقى شوية دول صغيرين من البهارات، انا عاملة بهارات كده على بعضها في البيت، هبقى انزلها لكم مرة في فيديو لوحدها. وقلبت التتبيلة الرهيبة دي، مش عايزة اقولك الشبت مديني طعم وريحة حلوين قوي. جبت السمك بقى كده اهوت، وبعد ما جيت اقطعه اشرحه من الجناب لقيته نزل بعض مية كده. فجبت المناديل بتاعتي، المناديل اللي بتاعت المطبخ العادية، ونشفي بقى. جيبي لك منديلين 3، واي ميه نزلت من السمك تبتدي. احنا اهم حاجه اللي هيديكي طعمه حلو قوي ويخلي التتبيله تشرب معاكي في السمك، ان انت تنشفي السمك بالمناديل. نشفيها قوي، تمام. اكنك هتحدقي كده، اكنك هتعملي فسيخ ولا حاجه. عايزين الحاجه كلها نشف. بعد ما شرحت كده السمك بتاعي، وابتدي ان انا اجيب التتبيله بقى. بصي بقى، بتعملي زي تدليك للسمك من بره ومن جوه. المستردة مع الثوم والليمون بيدوا طعم حلو قوي. طب يا نجلاء، ما خليتيش الطماطم مكعبات بره ليه وحشيتي بالطماطم؟ انا ولادي مش بيحبوا ان انا اعمله بسلطه. انت لو حابه ان انت تحطي سلطه، الفلفل تقطعيه مكعبات والطماطم مكعبات، تمام. بس انا ولادي مش بيحبوا السلطه. فانت زي ما شفتي في اول الفيديو انا كنت عامله شرايح طماطم لان انا اللي كنت بحبها. فاحنا طبعا بنعمل الحاجة اللي ولادنا بيحبوها. بعد ما تبلت السمك كويس جدا، جبت بقى كده صينية اللي انا هشتغل فيها. هعمل السمك عكس عكاس دلوقتي. بعد ما رصيته كده هرجع اعدله عكس عكاس كده، واحدة شمال واحدة يمين. وتبلي بقى على قد ما تقدري، حتى التتبيلة اللي هتتبقى ديت ما ترمهاش خالص. هقطع خضار، قطعت ليمون شرايح، وقطعت طماطم شرايح، وشوية كده من البقدونس والكزبرة بسيط خالص، ريحة كده على الوش. لو عايزة تستغنى عنهم خلاص. والطماطم بقى، انا بحب اكل الطماطم كده اغمسها كده مع الرز، تبقى حلو. مع شوية رز ابيض بقى، مش عايزة اقولك هتحطي كمان بتاع نص كوباية، يعني حطيت نص كوباية زيت في الاول، نص كوباية زيت كمان دلوقتي. ودخلي بقى الفرن على اعلى درجة حرارة من فوق ومن تحت. مش هتحطي تحت في الارضية، لا، هتحطي الشبكة في اول تاني رف على طول كده، مش تحت في الارضية، تاني رف، وهتقيدي من فوق ومن تحت. هيقعد معاكي في الفرن بتاع نص ساعة، مش اكتر من كده.
وتقيديله من فوق ومن تحت والشواية هيطلع معاكي اللهم بارك حاجة كده بسم الله ما شاء الله. شايفة بيغلي وبيبقبق ازاي؟ حاجة كده ايه روعة. ما غطيتهوش ولا اي حاجة. طلع بقى معايا كده في الفرن وسبته هدا شوية وابتديت ان انا اغرف. اللهم بارك يا جماعة طعم وريحة. يعني الكاميرا والله الكاميرا ظلماه. والله ظلماه جنب شوية رز ابيض بقى او شوية عيش بلدي تاكلي بعيش بلدي. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال الشبت مع السمك. انا والله اول مرة اجرب الشبت لوحده. حاجة كده روعة. وبألف هنا وشفا على قلوبكم. طبعا بقى هتقدميه كده مع شوية من الرز الابيض. سلطة الطحينة. وبألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. دمتم بخير وعلى خير في حفظ الله وأمان.